السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو إياد تي في للمنوعات والمعلومات. هل تعلم أن تناول طعام حار 3 مرات في الأسبوع قد يساهم بشكل فعال في تقوية مناعتك وصحتك العامة، ممن قد يزيد من عمرك الافتراضي حسب دراسة علمية أُعيدت في الصين، إذا تبين أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة بها مواد حارة بشكل متكرر يكونون أقل عرضة لخطر السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي. هل تعلم أن رائحة المطر والأجواء التي تطغى في المكان تلك اللحظة لها مفعول مهدأ للأعصاب، إذ تنعش المزاج وتساعد على التفكير والتأمل بعمق وأريحية. علميا، بعد هطول المطر تنتشر مركبات كيميائية في الجو تنتج عنها رائحة منعشة للإنسان تعمل على تحريره من الكسل والخمول وتزيد من ارتياحه. هل تعلم أن في سيكولوجية النوم الأشخاص الذين ينامون دائما على جانبهم بطريقة نوم الجنين يخجلون عندما يقابلون شخص لأول مرة، كما أنهم يهتمون بالتفاصيل بشدة ويتظاهرون بالقوة، بينما هم في الحقيقة حساسون ورقيقون من الداخل؟ تقريبا 41% من البشر ينامون بهذه الطريقة كعادة يومية. هل تعلم أن عندما يتكلم شخص أكثر من لغة فإن نسبة ذكائه ترتفع وتتعزز العملية الإدراكية في دماغه، كما تتحسن ذاكرته وتقل لديه احتمالات الإصابة بالخرف والزهايمر؟ بجانب ذلك، الشخص الذي يجيد التحدث بأكثر من لغة تتغير شخصيته تلقائيا بحسب اللغة التي يتكلمها دون أن يشعر. هل تعلم أن المرأة التي تكثر من شرب القهوة يوميا من المرجح أنها تعاني من فراغ عاطفي واعتلال في إفرازاتها الهرمونية؟ وفقا لتحليلات بعض الخبراء، فالإكثار من القهوة قد يمنح للمرأة مكافأة هرمونية غير مستحقة تشعرها برضا عاطفي مزيف، فيصبح فنجان القهوة رفيقها العاطفي تعويضا عمن تعانيه من فراغ بالواقع. هل تعلم أن أسوأ داء قد يصيبك هو داء التفكير، بحيث تصبح حياتك كلها عبارة عن إدمان التفكير والتحليل العميق والتركيز على كل التفاصيل وطرح الأسئلة والاستفسارات في كل موقف يمر؟ في هذه حالة قد تتحول لشخصية بارانوية ولن تعرف معنى الراحة أو السعادة أبدا في حياتك. هل تعلم أن هناك بحث علمي أثبت أن عدم المبالاة تحسن من شكل البشرة، بحيث عندما لا تبالي بالكلام والأشخاص تفرز مواد كيميائية في الدماغ تعمل على تعزيز صحة الجلد وبالتالي تزداد جمالا؟ عموما، جمالك وسعادتك رهينان بأن تعيش حياتك بسعادة دون الاهتمام بآراء الناس باستمرار. هل تعلم أن الشخص الذي يتحسن مزاجه بمجرد انفراده وحيدا رفقة كتاب يقرأه أو أشياء يستمع لها أو فيلم يشاهده أو غيرها من الأنشطة الفردية، هو غالبا ما يكون قويا نفسيا وعاطفيا بحيث لا يستطيع أحد التأثير عليه؟ فعموما، الإنسان المسيطر على ذاته هو من يساعد نفسه بنفسه. هل تعلم أن قضاء بعض الأوقات في عزلة مع مسلسل أو فيلم يعتبر نوع من أنواع التدريب على التواصل الاجتماعي، يساهم بإعادة ترتيب ذاتك وأفكارك ويساعد في نمو شخصيتك؟ فالأشخاص الذين يقضون 3 ساعات كل أسبوع في مشاهدة مسلسلات أو أفلام بانفراد يزداد تعقلهم الذاتي ويصبحون أكثر انفتاحا فكريا. هل تعلم أن عندما تتقوى علاقتك مع شخص ما وتصبح قريبا منه بشكل كبير سيتمكن دماغك من استحضار صوته وسماعه أثناء قراءة رسائله النصية التي يرسلها لك؟ الظاهرة تدخل في إطار حالة تسمى سوبفوكاليزيشن، وفيها يتمكن الشخص من تخزين نبرة صوت الآخر بقوة ويسمعها كما هي في دماغه عند قراءة كتاباته. هل تعلم
أن المرأة لديها قدرة عالية على قراءة لغة العيون وكشف الكذب والخداع، ولديها أيضا قدرة خاصة على التظاهر بأن الأمور طبيعية رغم معرفتها كذب الآخر، فالمرأة تتفوق على الرجل في ذكائها التواصلي التفاعلي، إذ تتمكن من كشف حقيقة الآخرين بسرعة من خلال مهارات قراءة لغة العيون والجسد عموما. هل تعلم أن الأرق وقلة النوم والاستيقاظ المتكرر أثناء النوم هي كلها معاناة شائعة بين الأشخاص الذين يسجلون معدلات عالية من الذكاء، ذلك لأن الذكي يجد صعوبة في توقيف عقله عن العمل والخلود للنوم بسبب نشاط ذهنه العالي في التفكير والتحليل، فمن نقم الذكاء العالي أنه يحرم صاحبه من نعمة النوم بسلام. هل تعلم أن في علم النفس التفكير الزائد بشخص معين أو الاشتياق له يجعل الإنسان قليل الاهتمام بمجرى الوقائع والأحداث اليومية، ويصبح يربط كل ما يراه وكل ما يسمعه بنفس الشخص دون غيره. هذا الأمر ينعكس تأثيره على الأحلام أيضا، ممن يفسر تكرار حلمه على هذا الشخص تحديدا من حين لآخر. هل تعلم أن أداء بعض التمارين الرياضية في الصباح الباكر والاستحمام بعد ذلك مباشرة بالماء البارد يعتبر أهم نشاط يتعافى به المرء من الاكتئاب في زمن قياسي؟ أيضا حرصك على فعل ذلك بشكل دوري يزيد من حماسك وجودة أدائك في العمل، كما ترتفع يقظتك الذهنية طوال النهار. هل تعلم أن البقاء طويلا في انستغرام أو فيسبوك أو غيرها من مواقع التواصل هو علامة على أن الشخص غير راضٍ على حياته ومحيطه ويحاول الهروب من واقعه؟ ففي دراسة نرويجية تبين أن الشخص الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط غالبا ما يكون كاره لمجتمعه وغير منسجم فيه فكريا. هل تعلم أن الشخص الذي يشتكي سرعة الانفعال والقلق وكثرة الضغوطات النفسية وتداخل الأفكار برأسه قد تنضبط حياته بمجرد أن يضبط أوقات صلاته؟ فقد تبين في أكثر من دراسة نفسية أن الصلاة بشكل منتظم تجعل الإنسان أكثر استقرارا وهدوءا وطمأنينة، كما تمنع عنه محفزات القلق والانفعال. وبذلك قد نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم الفيديو اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله وأمنه.